لو بتفكر تسافر، خلينا ندردش سوا في موضوع السفر ده. أهم حاجة في موضوع السفر أو أي موضوع في حياتك إنك أنت ما تقفلش الأبواب. اتعلم بعض القواعد، إنك أنت مش دايما هينفع تحرق كل المراكب وتسافر، وفي نفس الوقت مش هينفع وأنت عندك أهداف إنك أنت تسيب الباب موارب. لازم يكون عندك فقه الأولويات عشان تعرف ترتب أولوياتك. لازم تجاوب على سؤال: أنا بعمل ده في حياتي ليه؟ أنا عايز أسافر ليه؟ أنت كطبيب عايز تسافر كلايف ستايل ولا ككارير؟ يفرق كتير. كلايف ستايل يبقى أنت مش من أولوياتك تخصص معين ولا بوزيشن في التخصص بتاعك. مثلا لو أنت جراح ما عندكش استعداد، ما عندكش مانع إنك أنت تشتغل كطبيب مقيم، ومش مهم إنك أنت تشتغل عملية. أنا ما عنديش مانع خالص لو أنا هساعد في العملية طول حياتي طالما أنا هاخد مرتب آخر الشهر كويس. فلازم تعرف أنت عايز إيه. ولا واحد تاني يقول لك لا، انا عايز لايف ستايل، بس في نفس الوقت انا عايز ابجريد ماي سيلف، ان انا اوصل لاستشاري في يوم من الايام. انا عايز اوصل للنوع ده من الاميوزمنت، وفي نفس الوقت الاميوزمنت ده هيديني ريسبونسبيلتي، بس في نفس الوقت هيكون في عائد مادي. فانت حابب الاثنين، عشان وانت بتروح اي مكان تعرف انت حدود المكان ده ايه، وانت عايز تشتغل على الحدود دي وتكسر التحديات دي ازاي. لان انت لو رحت واتصدمت بالواقع انك انت رحت مكان، تكتشف انك انت مش هينفع تابجريد فيه، لان ببساطه هناك مفيش اي درجات تقدر تزودها على الدرجه اللي انت مسافر عليها. هو ده حقيقي، ايوه. مثال: لو انت مثلا بقالك كذا سنه متخرج وحبيت تسافر اليو كي، هتسافر كايه؟ كسيرفيس جوب ولا تريننج جوب؟ تريننج جوب اللي هو زي النيابه عندنا هنا، هو انت بتاخد تخصص معين وبتتدرب عليه. بعد ما تتدرب بتاخد تدرج وظيفي، هناك عندهم دي اسمها تريننج جوب. في سيرفيس جوب بقى اللي هو زي شغل البرايفت عندنا، انت بتروح كريجسترار اخصائي، هو مش ملزم يدربك. انت حتى لو عملت فولفيلمنت دي اللوج بوك بتاعك، مش شرط انك انت توصل للترقيه، وصعب جدا لان اللوج بوك مش بتستوفيه على مدار سنين حياتك. لا، اللوج بوك يعني انا في وقت معين عملت العمليات الفلانيه. ده مثال الجراحه. بالنسبه للبطنه اكيد عملت مناظرات لحاجات معينه، عملت اوديتس معينه. فلازم تفكر هو انت عايز تسافر ليه. انت بتفكر في اللايف ستايل ولا الكارير؟ دورها في دماغك تاني. انت عندك استعداد انك انت في يوم من الايام ترجع البلد او تسافر اي بلد تانية؟ هل مثلا الشهاده اللي هنا قربت تخلصها؟ يعني انت مثلا عندك امتحان الماجستير السكند كمان شهرين، بلا شك يبقى خلص امتحان الماجستير السكند اللي كمان شهرين. والا انت لو بدات MRCS مثلا او بلاب او وات ايفر، اي شهاده انت هتشتغل عليها من غير ما تقفل شهاداتك اللي انت فتحتها هنا، انت بتضيع وقتك. هتقول لي اصل هي بتاخد وقت والمشرف معطلني. لو المشرف معطلك ده حوار تاني نتفاهم فيه سوا، مختلف من واحد للتاني. انا معاك ان في شهادات في بعض الصعوبات وبعض العقبات اللي بتتحط، احنا لازم نشتغل عليها. مش الشهادات بتاعت الماجستير والدكتوراه وبس، حتى في الزمالات بقى في بعض المستجدات محتاجين ان احنا نتداركها وندرسها. ده علشان ايه؟ اقول لك عن حاجه: في اصعب الظروف، لو انت ربنا كاتب لك انك انت تكمل هنا وما شاءش انك انت تعرف تخلص المعادلات، او إيه طرق السفر اتقفلت زي وقت الكوفيد وما عرفتش انك انت تخرج بره البلد، هتعمل ايه هنا؟ هتندب حظك؟ الحقيقه انك انت هتبدا تدور على طريقه تانية انك انت تجيب مال، خصوصا لو انت بتفكر في الطب كهو العائد المادي بتاعك. لان انت ممكن تلاقي نفسك، بعض الناس بتفكر في السفر كلايف ستايل، ما عندوش مشكله مع الطب ان هو يتدرج فيه وظيفيا. هو بالنسبه له الطب ده وظيفه محترمه، برستيج اجتماعي. ككارير بقى هو عنده كارير تاني بيخرج له حاجه، هو يوتيوبر، هو تيك توكر، هو انفلونسر، هو بيعمل ديجيتال ماركتنج، ماسك اي حاجه اونلاين، عنده شغل الخاص بتاع الاسره او بتاع العيله، هو ده اللي بيدر عليه. فقصتك غير قصه اي حد تاني. ما تخليش حد يلعب لك في دماغك ويقول لك ان انت القصه اللي بيمشي فيها القطيع كذا. انت لازم تعرف انت طموحك ايه في الحياه. انت شخص ناجح من صغرك، ناجح، انت راجل كريم دولا كريم حقيقي، يعني انت كريم دولا كريم. فاشتغل على ده وصدق ده وما تنساش ده مهما كانت الظروف جارت علينا احنا كاطباء. في يوم من الايام انت هتكون استشاري، في يوم من الايام انت ممكن تكون انت اللي ماسك التدريب، ساعتها ممكن نتفاهم انت ممكن تغير فيه ايه. لحد ده انت الطب بيمثل لك ايه؟ انت السفر بيمثل لك ايه؟ فكر في الاسئله دي كويس. لو في عندك اي سؤال نجاوب عليه مع بعض، ولكن ما تقفلش ابوابك، ما تحرقش المراكب بتاعتك وتقول انا هوقف كل شغلي في مصر، هوقف كل دراساتي في مصر عشان خاطر هسافر فقط. الا لو كان ده
الهدف بتاعك وانت فاهم انت بتعمل ايه، يبقى ساعتها ربنا وفقك. انت شخص فاهم ودارس انت رايح تعمل ايه. يبقى انت رايح علشان انت لايف ستايل يهمك قوي انك انت مش تاني يوم الصبح تلاقيهم بيكسروا تحت الشارع عشان خاطر تقفيل السنه الماليه. يهمك انك انت يكون في نظام، مش تلاقي وانت ماشي توك توك بيعدي. هو ده مشاكلك في الدنيا، وحقك وحقنا كلنا نفسنا ان احنا البلد تكون على الصراط المستقيم، وحاجه جميله جدا ننزل نتباهى بيها في الشوارع. ولكن هتكتشف هل انت عندك استعداد انك انت طب لما تسافر تشتغل كنايب او كريجسترار. ده حاجه كويسه. ولعلمك مش شرط انك انت لما تسافر هناك تلاقي انك انت ما لقيتش تريننج جوب. بالعكس، ممكن ربنا ييسر لك ويكون ده طريقك في الحياه اللي انت لما سعيت وقدمت المشيئه رحت وصلت. لكن في نفس الوقت مش منطقي ان انت لو عندك كمان شهرين امتحان او كمان 6 شهور امتحان وقاعد مستني الامتحان بارت بي اللي انت مش عارف هو هيفتح امتى مثلا، وتقول انا قاعد مستني. الكلام ده مش حقيقي. محدش هيجي يقول اه ده دكتور محمد ولا دكتور مايكل هناك يعني جوهره مدفونه تعال نكتشفها ارجوك. الكلام ده مش واقعي. حتى في الافلام ابتدوا يتداركوا الموضوع ده، وان انت لازم تشتغل ذا بيرسوت اوف هابينس. انت اشتغل على حلمك، محدش هيشتغل لك عليه. لانك لو ما اشتغلتش على حلمك هتعيش للاسف انك انت تشوف حد بيحقق احلامك اللي انت كان نفسك فيها. كل الموضوع انك انت ما اشتغلتش عليها. انت مش هتندم على الحاجه اللي انت حاولت فيها وربنا ما شاءش، لكن هتبدا تفكر في دوت في حياتك لو انت جيت تشتغل على حاجه وقفتها لمجرد انك انت ربما لان الناس بخير الاسد قادم في الطريق الشبل في الشوارع فكده كده الموضوع بايظ الدنيا كئيبه مش هقدر اشتغل. لا ارجوك فكر انت بتعمل اي حاجه في حياتك ليه. انت عايز تسافر ولا نجد مسافر علشان تابجريد يور كارير يبقى انت فاهم انت بتعمل ايه. في نفس الوقت ما توقفش ولا تحرق باقي المراكب اللي عندك هنا. لان المذاكره واحده. انت مثلا كجراح تذاكر ام ار سي اس عندك الماجستير بتاعك المذاكره واحده. اللي هيذاكر ام ار سي اس هيدخل الماجستير براحته خالص. انا ما انساش منظر زمايلنا اللي كانوا داخلين معانا كان الماجستير وهم كانوا سابقنا في الام ار سي اس. والواحد لما كان بيبص عليهم كان داخلين فعلا. الواحد لما دخل الام ار سي اس فهم انك انت المعلومات ديت فعلا بتطور دماغك. ولكن في زمايلنا لم يوفقوا في بارت بي مثلا كذا مره، سواء المشكله فيهم او المشكله كان في نصيبهم او قدرهم كده. ولكن في الاخر هم تعطلوا. هم ناس efficient جدا qualified surgical skills لكن مش certified. فهيشتغل ازاي؟ فلحد دلوقتي هم في مصر اطباء مقيمين ومش عارفين يلاقوا واي اوت. فلو انت بتفكر في واي اوت فكر ازاي انك انت دايما يكون عندك بلان اي بلان بي بلان سي. لانك انت جراح وما تشتتش نفسك في كل البلانز. في اولويات. يعني انت دلوقتي بارت بي هتقدر تسافر معاك فلوس انك انت تسافر تمتحن مثلا في بلد بره مصر لو انت مش لاقي اماكن جوه مصر. لو ما معكش فلوس يبقى انت محتاج هنا تابجريد يور سيلف عشان تاخد فلوس. ولا تقدر تاخد قرض وتسافر. طب انت عندك استعداد تاخد كذا قرض. طب لا قدر الله لو ما وفقتش هترد القرض ده ازاي؟ هتحتاج تشتغل. طب انت عندك شغل تاني غير الطب عشان يصرف عليك. يبقى انت في نفس الوقت وانت شغال ما اقولكش الدنيا سودة. بالعكس الدنيا لا هي سودة ولا هي جميله. هي لا جنه ولا هي نار. ولكن بي براكتيكال وفكر وحط خطوات ونعمل ابروتش وربنا يكرم. انت مش اول مره تمتحن مش اول مره تذاكر. والحياه اصغر واحد بيسمع الفيديو ده نتكلم هيكون 25 سنه. ولو واحد عنده 20 سنه اهو عارف الدنيا من بدري ان الدنيا جت. خلي في حاجه تدر عليك حتى لو كانت هي الطب يبقى اسعى انك انت تابجريد يور سيلف. وتاكد في كل تعب منفعه. كل حاجه انت هتشتغل عليها ربنا هيرزقك بيها خير كتير. لو في حد عنده اي سؤال ربنا يكرمنا ونرد تحت امركم. شرفت بيكم وربنا ييسر لكم الحال هنا او هناك. وكل خطوه تحطها في اي مكان تكون مباركه بخير كتير ليك ولكل اللي حواليك ولكل احد.